معاكم فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بتاع النهارده هنبتدي فيه تنظيفات رمضان وكمان تخزينات رمضان. الفيديو هيعجبكم ومشجع جدا. يلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده، لو اول مره تشوفي قناتي وعجبتك قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده؟ الفيديو بتاع النهارده بقى انا همسك كده الريسبشن كله كده، هاخده ترويقه رمضان والعيد كمان. يعني بصوا، هتبقى تنظيفه عميقه جدا لرمضان وكمان العيد. بعد كده همسح من على الوش بس، وكمان هنخزن شويه حاجات كده لرمضان مش هتاخد وقت خالص، كمان حاجات اقتصاديه مش مكلفه خالص. اول حاجه عملتها شلت الفرش بتاع الركنه، هاخده بقى اغسله. انتوا عارفين من ساعه ما جددت الركنه وانا ما غسلتش الفرش بتاعها ولا مره، ففكيت كده كل الفرش بتاع الشلت بتاعت الركنه وخدته بقى كده على جنب همسكه اغسله، وكمان فكيت الستاره وهاخدها اغسلها هي كمان. طبعا التنظيفه ديت تنظيفه عميقه، يعني تنظيفه العيد وكمان رمضان. بحب ان انا انضف التنظيفه العميقه ديت قبل رمضان، لان زي ما انتم عارفين الوقت في رمضان بيبقى بيعدي بسرعه، وكمان العشر الاواخر بتوع رمضان اللي المفروض هننضف فيهم تنظيفه العيد بيبقوا فيهم ليله القدر. المفروض ان الايام ديت ايام عباده، مش ايام خالص ان احنا ننضف فيها ونشغل بالنا باي حاجه تانية. انتي حاولي تقسمي وقتك وتعملي كل الشغل اللي وراكي، سواء بقى كحك، سواء تنظيفات، سواء بقى لبس العيد. معظم الناس بتيجي في العشر ايام دولت وتكربس الدنيا كلها، ينزلوا يشتروا لبس العيد، يبتدوا يعملوا الكحك، يبتدوا ينظفوا التنظيفات والستار والسجاد. لا، نظفي التنظيفات ديت من قبل رمضان. طبعا كل واحد زي ما هو ما متعود، بس انا شايفة ان دوت الافضل، وكمان الشقة ما بتلحقش ان هي تتوسخ. نيجي برضو للجو، الجو ابتدى ان هو يتعدل، فما اظنش ان الجو هيسقع تاني، لان خلاص فصل الربيع هيبتدي 21/3، يعني كلها ايام والربيع يبتدي. فانا هلم برضو السجادة وهوديها المغسلة، بحيث ان الشقة تستقبل رمضان وكمان العيد وهي على سنجة 10. لميت طبعا السجادة كده ونفضتها وخلاص، بقى مش هفرشها تاني، هوديهم المغسلة. يجوا بقى وقت ما يجوا، والله جم قبل رمضان. انتوا عارفين ان الوقت دوت بيبقى فيه برضو ضغط على المغسلة والكلام ده، والسجادة دي تقيلة، انا مش هقدر ان انا اغسلها في البيت هي وهي ناشفة كده، تقيلة اصلا. فطبعا اللي هيروح المغسلة هوديه، ويجي وقت ما يجي بقى ان لحق يجي قبل رمضان هفرش طبعا الشقة قبل رمضان، ملحقش يجي هفرش اي سجادة تانية مكانها. بما ان برضو ان ديت تنظيفة عميقة، حبيت ان انا اغير كده، بدل ما اسيب الركنة بالفرش الابيض بتاعها، طلعت الفرش الاخضر اللي هو القديم بتاع الركنة القديمة وهغيره كمان للركنة، وكمان هغير بقى في شكل الركنة، يعني هنقلها الحيطة التانية اللي هي الحيطة اللي فيها الكراسي. هنا بقى هنحضر المية اللي هنمسح بيها مع بعض. اول حاجة خدت حوالي غطاية كده من الكلوروكس جل، وكمان الدوني، ومية من الحنفية. لو انت بتشمي ريحة زفارة وانت بتمسحي، استخدمي ميه مغليه مع الكلوروكس مع الدوني، مش هتشمي الريحه ديت تاني. وكمان تغسلي الشرشوبه بتاعتك كويس جدا وتنشفيها، ما تسيبهاش مبلوله خالص، مش هتشمي ريحه الزفاره تاني. اول حاجه ابتديت ان انا المع الحيطان، زي ما قلنا بقى ايه، تنظيفه عميقه، يعني حيطان بقى وستاير. لو حاجه عايزه تصبن صبني، احسن بكتير من لما تشتغلي وانت صايمه او تكربسي نفسك في العشر الاواخر بتوع رمضان. الحاجة اللي تلحقي تعمليها او تقدري تعمليها دلوقتي هتسهل عليكي كتير بعدين. دوت يعتبر تاني فيديو من الفيديوهات بتاعت تنظيفات رمضان. انا صورت معاكم فيديو تقريبا من حوالي 5 أو 6 ايام، كنا نظفنا فيه العيون والحوامل بتاعت البوتاجاز. هسيبهولكم في صندوق الوصف، شوفوه هيعجبكم جدا. لمعت بقى كده الحيطان كلها. بصوا الجردل دوت بجد تحفة جدا في التنظيف، سواء الحيطان او الارضيات، بجد ممتاز. لو لسه ما اشتريتهوش روحي اشتريه، لانه بجد هينفعك جدا. جينا بقى للجزء التاني كده من الريسبشن. طبعا انا كنت حاطه السفره في الروتين اللي كنت صورته معاكم قبل كده في الريسبشن، كنت حاطه السفره مكان الركنه. فانا كل شويه زي ما بقول لكم كده بحب ان انا ابدل. ما بحبش احس كده بجو ايه، ان كل حاجه ثابته في مكانها. لا، بحب ابدل في الاماكن، بتحسوا ان روح الشقه كده وجو الشقه كده بيتغير، كأنك نقلتي المكان جديد. هننضف برضو كده السفرة، لمعتها وفرشت لها المفرش دوت. هلم كل المفارش بقى واغسلها، انا سبت بس دوت لما الباقيين ينشفوا هاخده هو كمان واغسله. مش حابة ان انا اسيب شكلها ايه، فاضي خالص كده. وهكنس برضو كده تحت السفرة. الكراسي مش محتاجة ان هي تتنضف، لان احنا كنا منضفين السفرة تنظيفة عميقة مع بعض. اسيب لكم لينك للفيديو في صندوق الوصف. طبعا التنظيفات دي سهلت عليا كتير، يعني انتوا شايفين لو
الركنة والسفرة كانوا عايزين يتلمعوا، اكيد كنت هاخد وقت اكتر من كده. نيجي بقى للمواسير بتاعة الغاز. طبعا المواسير ديت موجودة في كل البيوت بتاعتنا، ممكن تدخل من الصالة وممكن تدخل من المنور. فلو انتوا زي حالتي كده والمواسير داخلة من الصالة، انا عندي داخلة من الصالة على الحمام على المطبخ. الحل الوحيد ان انتوا تستخدموها كشكل جمالي، وتحاولوا ان انتوا تغيروا من شكلها، تلفوا عليها الزرع الصناعي دوت. الفرع تقريبا ب10 او ب15 جنيه. هاتوا فرعين 3 على حسب بقى طول الماسورة الموجود عندكم. كمان ممكن تعملوها كستارة لو انتوا عايزين تغطوا الحيطة خالص، ممكن تفصلوا ستارة مقاسها، هتخلي برضو الشكل حلو. بس انا مرجحش فكرة الستارة قوي طالما ما فيش شباك، وخصوصا ان هي بتبقى قريبة من الباب بتاع الشقة. فدوت انسب حل. حاولت ان انا اخلي جزء من الفروع كده نازل كأنه زرع طبيعي. الشكل كان حلو والشكل اتغير تماما. تحسوها كده زرعة كده ماشية مع بعضها. الفروع ديت بتتباع عند اي حد بيبيع زرع، هتلاقوها يعني موجودة متوفرة في كل مكان. جيت برضو للحتة ديت زودت لها كده كمان حتة زرع عشان تغطي الماسورة بشكل اكتر، ما يبانش الحتة اللي هي اللي نازلة ديت من الماسورة. طبعا تقدري تستخدمي الفكرة لأي مواسير بقى موجودة عندك من بتاعة الغاز، سواء في المطبخ، في الحمام، قدام باب الشقة. طبعا كل مكان لما يجي دوره في التنظيفات بتاعة رمضان هنركب له الفرع بتاع الزرع دوت. ابتديت بقى كده ان انا لمع الارض كويس جدا، والسجادة بقى كده هاخدها اركنها في مكان، خلاص مش هفرشها تاني. حطي بقى لايك لو لسه ما حطيتيش لايك للفيديو، وما تنسيش الاشتراك في القناة عشان هتلاقي مجموعة فيديوهات هتفيدك جدا، سواء في بيتك او في المطبخ، في اي حاجة تخص البيت عموما يعني. لمعت برضو كده تحت كراسي السفرة. وتعالوا بقى نروح لتخزينات رمضان. طبعا رمضان يعني سمبوسة. السمبوسة من الحاجات اللي ممكن تاخد وقت منك ساعة الفطار. فالافضل ان انتي تحطيها جاهزة على التحمير في الفريزر. دوت نوع السمبوسة اللي انا بستخدمه. النوع دوت بصوا ممتاز جدا. هعمل سمبوسة بالجبن وكمان اللحمة المفرومة. تقدروا ان انتوا تحشوها بقى اي حشوة انتوا بتفضلوها. انا بحبها بالجبن. عملت ميكس كده من الجبن، من الجبنة الموتزاريلا وكمان من الجبنة الرومي. ممكن تضيفوا زيتون، فلفل، بس انا عندي ابني ما بيحبش الزيتون والفلفل مع الجبن، فانا عملتها جبن سيدة. ابتديت بقى كده ان انا احشيها باللحمة والفها بالشكل ده. استخدمت حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة وطبق من الجبن. يعني حاجة مش مكلفة خالص ومش اوفر زي باقة الناس اللي بيخزنوا حاجات يعني اوفر قوي على الغلا اللي احنا فيه ده. نراعي برضو ظروف الناس، حتى لو احنا في مقدرتنا ان احنا نخزن الحاجات دي. نراعي الناس اللي ظروفها تعبانة. اكيد اي حد غصب عنه ممكن يبص ويقول ايه كمية الفراخ او اللحمة اللي هي مخزناها دي. لا طبعا لازم نراعي شعور بعض، وتاخدي بالك ان حاجة زي كده ممكن انت كمان تتحسدي عليها. فما نقفرش قوي الكلام دوت لاصحاب القنوات في الحاجات اللي بتتخزن، لان بجد الناس ظروفها صعبة. حاجات برضو اللي ممكن تتخزن لرمضان هي الفراولة، الجوافة، البرتقال. تعملي السمبوسة وتعينيها، تعصجي اللحمة برضو وتعينيها، تخزني قلقاس. دي بس الحاجات اللي انت تقدري ان انت تخزنيها لرمضان. غير كده منصحكيش ان انت تجربي اي حاجة تانية. ما تحمريش شعرية وتركنيها، ما تحمريش لسان عصفور وتركنيه. احنا بنجهز تجهيزات رمضان او بنخزن الحاجات اللي بتاخد وقت. فتحمير الشعرية او تحمير لسان العصفور او المكرونة مش هياخد منك 3-4 دقايق على بعض. ففي بعض الحاجات برضو بشوف ان الناس بتصورها عشان هي عايزة تصور فيديو وخلاص. بعد ما خلصت السمبوسة كلها وحشيتها كلها، عندك بقى 3 طرق لحفظ السمبوسة. لا اما ترصيها في الاطباق دي وتغلفيها، لا اما تستخدمي علبة بلاستيك من العلب اللي هي بتاعت الاكل اللي موجودة في اي بيت، لا اما اكياس بلاستيك عادي خالص. ما تعطليش نفسك على اي حاجة، برضو بتتحفظ في الاكياس البلاستيك وبتطلعيها عند الاستخدام. يعني ساعة ما تيجي تقليها طلعيها، ما تسيبهاش تفك. كان عندي برضو كيلو من الفراولة، غسلته كويس وقطعته وحطيته في اكياس. وكمان البرتقال عصرته وحطيته في اكياس. انا بحب مخزنش كمية مرة واحدة، يعني مثلا ممكن اجيب في كيلو الفراولة
اخد نصه واعين نصه، ممكن اخزن كيلو مرة واحدة. يعني الفراولة من الحاجات اللي انا بحب اصلا اخزنها. بعد ما الارض ما نشفت بقى، رجعت فرشت الفرش بتاع الركنة القديمة، مدي تغيير ومدي شكل جميل قوي للركنة. الاخضر مع اللون البيج، يعني من الالوان اللي تحسوها كده ايه، حلوة مع بعضها. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني في باقي فيديوهات تنظيفات رمضان.